عليكم ورحمة الله وبركاته. أجينا نكمل حلقتنا مع ريجيم رمضان، وسؤال: انت عايز تخس أم يزيد وزنك برمضان؟ عم نلاقيكم كلام للدكتور حسان باشا اللي عم بيقلنا أركان النظام الصحي. حكينا قبل الفاصل 5 أركان ولسه عنا 5 تانيين. وصلنا عند رقم 6. رقم 6 بيقول: تسحروا فإن في السحور بركة، لحديث الرسول صلى الله عليه وسلم اللي قال فيه: تسحروا فإن في السحور بركة. لا شك أن وجبة السحور وإن قلت مفيدة في منع حدوث الصداع، الإعياء أثناء النهار، كمان تمنع الشعور بالعطش الشديد. وحث الرسول صلى الله عليه وسلم كمان بتأخير السحور، بيقول عليه الصلاة والسلام: ما تزال أمتي بخير ما عجلوا الإفطار وأخروا السحور. ما تنسوا هاي. لازم كمان السحور بيحوي أطعمة سهلة الهضم كاللبن، الزبادي، الخبز، العسل، الفواكه وغيرها. الركن السابع: حافظ على السواك في رمضان. فروي عامر بن ربيعة قال: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يستاك وهو صائم ما لا أحصي ولا أعد. في السواك فوائد عديدة لسلامة اللثة والأسنان. وأثبت العلم الحديث أن هناك 8 مواد كيميائية في السواك بتعمل بتبييض الأسنان وتقوية اللثة ومحاربة الجراثيم والحفاظ على رائحة زكية بالفم. هاي كانت جديدة علي. حافظ على السواك في رمضان. الركن السابع. 8. إلزم صلاة التراويح. هاي سهلة. فمن فوائد صلاة التراويح أنها مجهود بدني بسيط منتظم الإيقاع، وبخاصة حركات الركوع والسجود، فإن المصلي بيضغط على المعدة والأمعاء، بيحدث تنشيط لحركاتها وبيسرع عملية الهضم، فينام المسلم بعدها بعيدا عن الإحساس بالتخمة وعسر الهضم. وفي الوضوء المسلم وصلاته بجو رمضان شعور خاص براحة القلب، سكينة النفس، البعد عن القلق والتوتر العصبي، وفي ذلك شفاء الأمراض الباطنية الناجمة عن أسباب نفسية. فقال الرسول صلى الله عليه وسلم: للصائم فرحتان: فرحة حين يفطر، وفرحة حين يلقى ربه. إلزام صلاة التراويح. الركن الثامن. 9. انجز عملك بإتقان. البعض بيشعر بالكسل، التناوي، الخمول أثناء النهار بحجة الصيام، والحقيقة أن الصائم بيستطيع بقليل من الصبر إنجاز عمله برمضان على أحسن وجه. ومما يروي في تراثنا الأدبي أن أحد الحدادين كان يعمل في ظهيرة يوم حار من أيام شهر رمضان، وكان جبينه بتصبب عرق، فقيل له: كيف تتمكن من الصوم والحر الشديد والعمل المضني؟ غريبة، انت مالك انسان؟ معقول عم تشتغل وتتعب وانت صايم؟ فشو قال لهم؟ من يدرك قدر من يسأله يهون عليه ما يبذله. كبيرة وبدها شرح. من يدرك قدر من يسأله يهون عليه ما يبذله. يعني انت عم تطلب العمل والصيام شغلة كبيرة، فقدر عملك وتابع بصيامك وانت عم تتقن عملك. الركن العاشر والأخير: اسأل الله العافية. اسأل الله العافية. فالصحة معروفة تاج على رؤوس الأصحاء لا يراه إلا المرضى. ومهما قاس الصائم من الجوع والعطش والصداع، فإن أجر ذلك عند الله غير محدود. وتذكر يا أخي أن هناك مرضى يتحسرون على أيام رمضان تمر عليهم وهم لا يستطيعون صومها بسبب العجز أو المرض. فاسأل الله العافية. الحمد لله أنت الله كرمك، أنت صحيح، أنت إنسان سليم تستطيع أنك تصوم. شوف المرضى المحروق اللي عنده كتير أمراض، اللي عنده سكري، اللي عنده كذا، محرومين من الصيام، بيقولوا يا ريت أو يا رب نكون أصحاء لنصوم. من الأركان النظام الصحي الرائع لأن يا الدكتور حسان باشا ننتقل لنتعرف
كيف نتحاشى بعض المتاعب الصحية بفترة الصيام. من هاي المتاعب عنا الدوخة والجفاف نتيجة فقدان السوائل من الجسم من خلال التعرق الشديد، لهيك يجب شرب الماء بكثرة بين الإفطار والسحور، ونقلل من تناول الشاي والقهوة، لأنه شو هو بيعملوا بيساعدوا على إدرار البول، طرح البول، وبالتالي فقد أملاح المهمة في الجسم. فالدوخ والجفاف شو نسوي؟ نخفف من شرب المدرات البولية واللي أشهر الشاي والقهوة، ونعوض المي بين فترة الفطور والسحور. نقص السكر نتيجة لطول فترة النهار بالصيف، لهيك لازم الاهتمام بوجبة السحور. لازم تشتمل الكربوهيدرات المعقدة، انتبهوا المعقدة، مثل الفول، البليلة، العدس، لأنه امتصاصها بطيء بالأمعاء، فبتساعد على ثبات معدل سكر دم فما بيهبط. الصداع وتقلبات المزاج نتيجة لقلة النوم، نقص الكافيين، النيكوتين، خصوصا عند المدخنين. لهيك يجب قبل بدء من رمضان، هلا نكون معودين حالنا قبل من بدء من رمضان نقلل من عادات شرب القهوة، السجائر، حتى يعتاد الجسم على نقص كمية النيكوتين والكافيين. الإمساك علاجه سهل، التناول الخضروات الفواكه بقشرة كميتها، ليش؟ لأنه كمية كبيرة باحتوائها بالألياف، وشرب كمية كتيرة من الماء. من مشاكل النظام الصحي النبوي بنوصل على نصائح بنقلكن إياها بالنهاية لتوصلوا لرجيم رمضان. أول شي ننصحكم إنه تاكلوا الأطعمة البطيئة الهضم بفترة السحور. تاني شي تناول كتير شغلات من الألياف. الألياف مهمة بالرمضان مشان مشكلة الإمساك. لازم نتجنب الأطعمة المقلية والمليئة بالدهون، المقالي، الكبسة، المنسف عند أهل الأردن، خففوا نسبة الدهون فيها لأنه بتحوي على كمية كالوري وسعرات حرارية بتسبب بعدين مشكلة زيادة الوزن. 4، بننصح الصائم بشهر رمضان بشرب كمية كبيرة مثل ما أنا بين فترة السحور، فترة الفطور وفترة السحور، مشان نعوض فقدان المي اللي عم بيصير معنا خلال اليوم. 5، بشهر رمضان نتجنب تناول الكافيين، ما ننساها، المدرات للبول، مشان نحافظ على المي بجسمنا وما يصير عنا ضياع الأملاح المعدنية. أخيرا وصلنا لفكرتنا لليوم، نصيحتنا الذهبية المستفيد من الصيام بشهر رمضان ومننزل وزننا. فكرتنا لليوم هي موقف صار مع الحجاج في قصة رائعة. خرج الحجاج ذات يوم كان حار، فأحضروا له الغداء، فقالوا اطلبوا من يتغدى معنا، فطلبوا فلم يجدوا إلا أعرابيا، فأتوا به، فدار بين الحجاج والأعرابي هذا الحوار. الحجاج: هلما أيها الأعرابي لتناول طعام الغداء. الأعرابي: قد دعاني من هو أكرم منك فأجبته. قال الحجاج: من هو؟ الأعرابي: الله تبارك وتعالى دعاني إلى الصيام فأنا صائم. الحجاج: أصوم في مثل هذا اليوم على حره؟ الأعرابي: صمت ليوم أشد منه حرا. الحجاج: أفطر اليوم وصوم غدا. الأعرابي: أو يضمن الأمير أن أعيش إلى الغد؟ الحجاج: ليس ذلك إلي، فعلم ذلك عند الله. أم قال الأعرابي: فكيف تسألني عاجلا بآجل ليس إليه من سبيل؟ الحجاج صار يقول له: إنه طعام لذيذ أعرابي، والله ما طيبه خبازك وطباخك، ولكن طيبته العافية. حلو. الحجاج: بالله ما رأيت مثل هذا، جزاك الله خيرا أيها الأعرابي، وأمر له بجائزة. هاي الفكرة وهو الموقف. أما النصيحة الذهبية لرمضان صحي، نصيحة الذهبية لرمضان صحي: عليكم بتناول التمر في بداية الإفطار، لأنه مصدر جيد وسريع للطاقة، حيث يغذي كل خلية من خلايا الجسم، وبالذات المخ والخلايا العصبية اللي بتتغذى على على السكريات.
كما أن التمر يساعد على استعادة السريع على مستوى السكر بالدم، وبيحتوي على أملاح وألياف، وجميع مكوناته الغذائية خلته غذاء نموذجي. فعلينا أنه نلتزم بتناول التمر ببداية الإفطار. كمان حرص على أنك تمارس برمضانك حتى تخفف من أكلك، أنه تمارس الرياضة يوميا لمدة 30 دقيقة على الأقل ولو مشي. أخيرا بنسأل الله لنا ولكم العافية يديمها علينا. وما تنسوا انتوا عم تسمعوا برنامج عندي فكرة، ورمضان بأفكارنا أحلى. فكروا معنا ورسلونا أفكاركم، رجيم رمضانكم، يا ترى رح تنزلوا ولا رح تزيدوا برمضان؟ وين؟ عبر صفحتنا على الفيسبوك على I have idea، عندي فكرة. ومع حلقة جديدة بوعدكم فيها بكرة وسؤال جديد ورمضان بأفكارنا أحلى. والسلام عليكم ورحمة الله.